ودلوقتي جاي لكم فيديو جديد فيه تحذيرات، حاجات تخلي بالك منها وانت شغال على الاي اس بي عشان ما يتحرقش منك او يبوظ زي ما حصل معايا. طيب انا ايه اللي حصل معايا هنا في الاي اس بي؟ اللي حصل معايا هنا انه زي ما انتم شايفين الاي اس بي هنا لما اجي ادخله فولت من بره بدخل من الجي ان دي والخمسة فولت. الخمسة فولت ده انا معتبره الفي ان لانه جاي على الريجليتور على طول. طيب ايه الغلطة اللي انا غلطتها؟ الغلطة اللي انا غلطتها ان انا كنت مركب الاي اس بي ده في عربية، تمام؟ فكنت مركب فيها ليدات، فبجرب الليدات دي لو شغلتها من كهربة الاي اس بي ولو شغلتها من على البطارية على طول عن طريق مثلا ترانزستور والاي اس بي يقفل الدايرة. فانا بتست في الاول، قلت اوصل ليد ازاي؟ اوصل مقاومة مع الليد مع الارضي، حلو، مع الليدتين عشان ابقى اقارن بالليدتين مع بعض على الطبيعة. طيب رحت عامل ايه بقى؟ الكهرباء بتاعت الليد مثلا الواحد وصلتها على 3 فولت، الكهرباء بتاعت ليد 2 وصلتها على 5 فولت او على الفي ان اللي هو كان 12 فولت. طيب ايه بقى المشكله في هنا؟ هو مفيش اي مشكله في هنا، بس المشكله ان انا الليد رقم 2 راحت لامسه الليد رقم 1، الفولت بتاع دي راح لامس الفولت بتاع دي. فايه اللي حصل عندي؟ راح الاي اس بي واخد 12 فولت اللي هو الفي ان هنا، راح لفين؟ لل 3 فولت، يعني خد 12 فولت من هنا لل 3 فولت. فدي بقى المشكله اللي حصلت. راح ايه اللي حاصل؟ جاي ببص لقيت الاي اس بي سخن من هنا. طيب استنيت شويه لقيت دي عماله بقى تطلع نار، وزي ما انتم شايفين شاطت ازاي، فباظت خالص. قلت اجي اقيس يمكن الاقي عيب خفيف. المشكله كانت فين بقى؟ هنا اللي هو الان راح ملمس مع الاوت فعمل قفله، ولمس مع الجراوند فعمل قفله. فانا قلت طب ايه، اغير الريجليتور. رحت مغيره. بعد ما غيرته جيت اقيس بالافوميتر، لقيت ايه اللي حصل؟ لقيت دلوقتي ان الدخول مش مرتبط مع الخروج خالص، يعني مش عامل قفله ولا اي حاجه. المشكله بقى فين؟ في ان الخروج اللي هو ال 3 فولت عامل قفله مع الجراوند، فكده البورده دي باظت خالص. حتى بعد ما غيرت ده جربت اشيل الوحده بتاعه المبرمجه اللي هو الاي سي ده، اي سي البرمجه، شيلته برضو نفس القفله موجوده. فغالبا بورده باظت من جوه الاي اس بي هنا. فكده البورده دي ما بقاش ليها اي لازمه. ليه ما بقاش ليها اي لازمه؟ ولا حتى ان انت تصلحها. اولا الشبايه دي اغلى من ثمن البورده كلها، شبايه الاي اس بي نفسها. طيب ثانيا هتقول لي ممكن مثلا الاقي اي اس بي عندي باظ مبرمجه او باظ معرفش ايه. انت عندك هنا الشبايه دي باظت، الريجليتور باظ وغيرته، يعني الريجليتور باظ، الشبايه بتاعت البرمجه باظت. ايه تاني موجود جوه الاي اس بي؟ مفيش اي حاجه غير هما زرارين وسوكت يو اس بي، يعني حاجات خلاص، يعني البورده كلها كده ملهاش اي 60 لازمه. فانت اهم حاجه تخلي بالك منها، اوعى يحصل عندك قفله ما بين اي حاجه وحاجه في الاي اس بي، واوعى تحمل عليه في الليدات لان هو بيطلع يا دوبك بيستحمل تقريبا 50 مللي ولا 100 مللي. فانت ما تحملش عليه في الاوت. ودي نصيحه لكل الناس عشان تحذر وهي شغاله، عشان البورده دي ما تتلفش منهم. بس ما تنساش بقى لو النصايح دي فادتك، هتفيدك في المستقبل يعني، تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس. استنوني الفيديو الجاي. سلام.